معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنبطل ناكله وهنشربه عصير. أيوة زي ما انتم شايفين كده. معايا هنا الآيس كريم، هنعمله عصير بس عصير طعمه تحفة يا جماعة. لو مش عندك مانجا هتقدري برضو تعملي الآيس كريم ده عصير ويبقى طعمه تحفة. معايا هنا مانجا، لو مش متوفر عندك بلاش خالص، مفيش أي مشكلة. بجيب هنا المانجا طبعا المتفرزة، بحطها في الدورق بتاعي، اقطعها كده علشان اعرف ان انا اضربها. ممكن نضربها في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر اضربيها بالهاند بلندر بالطريقه دي كده. انا هفضيها هنا بسم الله. تمام كده. بعد ما حطيت المانجا بحط هنا سكر. السكر حسب الرغبه. انا حطيت هنا 4 معالق من السكر. هضيف عليهم كوبايه من الميه، ودي التانية، وهضرب كده لحد ما السكر بتاعي يدوب معايا وكمان العصير بتاعي يتخفق كويس. تمام كده. كده خلاص المانجا تمام. هجيب بقى الكوبايات اللي هقدم فيها، وزي ما قلتلك انا هنا العصير بتاعي ده هعمله طبقات. تقدري تستغني عن المانجا لو مش متوفر عندك، وتقدري تعملي عصير بالايس كريم. تمام كده. حطيت هنا بقى المانجا بالطريقه دي، وزعتها كده في الكوبايات. هنعمل الطبقه التانية. معايا هنا شويه من عصير المانجا، سبتهم زي ما انتم شايفين، وهجيب بقى الايس كريم وافضي الايس كريم على العصير بالطريقه دي كده. الطريقة دي والوصفة دي بجد تحفة جدا جدا جدا. هتدمنيها من جمالها. شايفين؟ افضي كده او اطلع الايس كريم ده. كده خلاص. هحط هنا كوباية من اللبن، لبن حليب بارد، وحطيت كوباية من المية. هضيف بقى شوية سكر صغيرين عشان نعمل حسابنا ان المانجا اساسا كان فيها سكر والايس كريم مسكر، فانا هنا هضيف معلقتين بس من السكر، وهخفق كل الكلام ده بقى. وهنشرب احلى عصير دقتيه في حياتك. بجد جميل جدا جدا جدا، عايزاكم تجربوه. وكمان يرطب كده في الحر ده. كده تمام. اتأكدت ان الايس كريم داب مع العصير مع السكر. هنبدأ بقى نحط الطبقة التانية من العصير. القطعة اللي هي الشاشة اللي جت اسود دي، الكهرباء كانت قطعت. فهنا هبدأ هنا اصب بقية العصير كده. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ والدرجات المانجا اللي هو اللون الغامق واللون الفاتح بجد لوحده شكله يجنن. جربوا الوصفة، قولوا رأيكم فيها، وان شاء الله هتعجبكم، وانا متأكدة ان انتوا هتدمنوها زي ما انا بعشقها بالطريقة دي كده. ويا ريت تكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. كانت معاكم أميرة أبو زيد. اشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة واحلى عصير تقدري تعمليه في البيت. باي باي.